من أصعب القرارات التي يمكن أن تتخذها أم هو إدخال ولدها الصغير إلى ردهات معالجة الأورام. منتظر إياد بدأ رحلة علاجه التي استمرت لعامين في مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، التي أنشئت لمعالجة الأورام مجانا للأطفال دون سن 15. القدر اختار له أن تشاركه أخته رزان جزءا من العلاج في مستشفى المجتبى لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم. رحلة علاج لمنتظر ورزان، لكنها رحلة تحد لطواقم المستشفى الذي وعدت أن يكون الأول عراقيا لزراعة نخاع العظم الذاتي والغيري. والنتيجة مباركة سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة بنجاح أول عملية زراعة نخاع عظم غيري، وهو نجاح عراقي وعربي كلف هيئة الصحة والتعليم الطبي أكثر من 150 ألف دولار لكي يكون منتظر في حضن أمه التي رافقته لعامين كاملين في مؤسسات العتبة الحسينية الطبية والصحية. طبعا عملية زرع النخاع من المتبرع لهذا النوع من الأمراض هي الأولى بتحدث في العراق، وطبعا بمساندة المسؤولين عن من العتبة الحسينية على مستشفيات هيئة الصحة والتعليم، قدرنا ان احنا نعمل عمليات هي الاولى من نوعها في العراق زي زرع النخاع المتبرع لهذا النوع وانواع اخرى. يعني من نجحت العملية يعني كلش فرحت وأمنت كلش يعني على ابني، على بنتي اللي تبرعت له. يعني كانت حاستها يعني عملية كلش صعبة، بس سلف الحمد لله والشكر. أشكر تقدير العتبة الحسينية المقدسة، وأشكر والدتي، وأشكر أختي أعطتني بروحها. من هنا دخل الطفل منتظر من بين 145 حالة زراعة نخاع عظم في مركز المجتبى لأمراض الدم التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ليخلد اسمه كأول حالة نجاح لزراعة نخاع العظم الغيري. كان عندنا متطلبات كثير، لازم انه فيها قضيه معقده جدا، مو من السهوله انه تجريها في اي مكان. فالحمد لله توفرت كل المتطلبات اللي وصلت الفريق الى انه يصير عنده ثقه يجري هذه العمليه، وبلش باجراها. واحنا نتكلم الان مجموعه من الاطفال بداوا يدخلون، ونتوقع انه راح يصير زياده كبيره بالاعداد بعد ان تجاوزنا يعني العقبه الاولى هي تنفيذها كنوع من العمليات. فرحنا كثيرا بعملية نجاح بعملية زراعة نخاع العظم، وهي أول عملية للزراعة الغيرية، وتمت لمنتظر، ومنتظر من عائلة من ذوي الدخل المحدود، واعتقد والده مفقود أو شهيد. فاستقبلناها يعني بهمة وعزيمة لتقديم أفضل الخدمات. التحدي الكبير الذي منحه القاصدون لمؤسسات هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية جعل السباق أكبر لتوسعة الخدمات وتقديم المزيد من أجل إلغاء فكرة السفر لخارج العراق للعلاج، وهو ذاته الذي منح مدينة كربلاء لقب عاصمة العراق الطبية. لقناة كربلاء الفضائية جلال طالب، كربلاء المقدسة.